اهلا وسهلا البنات كبيرين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنىكم تكونوا في اتم الصحه والعافيه نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، وتكون احوالكم واموركم كلها طيبه. وبلاتي بعدا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايوا الفيديو اختي اليوم حماسي بامتياز، داكشي ديال الفريك والحكان والرغاوي ما كايناش اللي فينا ما زيدش عليها اختي النقا وانها تشوف داك النتيجه من مورا نقا شي حاجه اللي زوينه. واخا كنضربوا عليه تماره، واخا شي بعض الخطرات واخا كنضربوا تماره باش نشوفوا داك النقا وما كنلقاو حتى شي نتيجه. بحال السوجي اللي غادي نهضروا فيه اليوم ديال واحد الاخت ديالنا اللي خلات ليا تعليق في واحد من فيديوهاتي قاصنين بزاف وبغيت نشاركه معكم، حيت هي اللي قالت ليا شاركي مع هذا المتتبعات هاد القصه ديالي باش هكا تعمل شويه الفائده. بما انه كيف قلت لكم اخر مره في اخر فيديو، حنا كلنا تقريبا بحال كلنا كندوزو من نفس التجارب، غير هو كل وحده وكيفاش كدوز ديك التجربه، كل وحده وكيفاش عندها داك الريفلكس، كيفاش كتفكر، شنو الحلول والطرق اولا شنو الطريقه اللي كتشوف بها داك الوضعيه اللي هي فيها. ايوا قبل ما نبداو بعد الفيديو بغيت نفكرك اختي تخلي لي واحد لايك وكومونتير الا بغيتي تفيدي هاد الاخت ديالنا اللي غادي نهضروا على السيتوياسيون ديالها اليوم. الا بغيتي تفيديها تخلي ليها شي كومونتير ولا شي حاجه تقراهم. و الا كنتي اول مره كتشوفي لاشين ديالي مرحبا بك والف مرحبا. تابوناي في لاشين وفعلي زر الجرس باش هكا يبقى يوصلك كل جديد، واقترحوا عليا مواضيع ولا افكار في التصوير نديروها مستقبلا، علاش لا؟ راني انا كنت انسبيرا منكم شي بعض الخطرات باش هكا اختي تعمل فائده وتشوفوا شي حاجه اللي غادي تعجبكم اكيد. وما تشوفوا سمحوا لي بعد على الصداع اللي كتسمعوه، راكم اختي عارفين اللعب ديال الوداد الصغار كي داير، غير قبلوا عليه الا سمعتوا شي صداع مره. ايوا الاخت ديالنا تتعاني من واحد القضيه ديال انها النهار وما طال وهي كتجمع وكتنقي وكتقاد وكتول، ولكن بدون فائده. يعني النهار فاش كتفيق حتى الليل وهي واقفه على رجليها وعندها التربيه باقيه الله صغيره، ولكن فاش كتجي كتشوف الاخر النهار ما كتلقى حتى حاجه من داكشي اللي دارت اللي حنت عينها في الصباح. وبقوه داك الضغط والعصبيه ولات كتشرب الدويات غير باش انها تقدر تنعس، بحكم انه عندها وليدات صغار. الدار ما كتجمعش وكتهمل، ولكن المشكل الاكبر هو انه الوليد ديالها اللي كبيبر عنده 7 سنين الا بقيت عاقله، كيرون ليها بزاف كيف كتقول، وما ترباش ليها لدوك القواعد ديال النظافه البازيك اللي كنعلموهم مثلا ولاداتنا فاش كيكونوا صغار في داك لاج. مثلا ما تلوحش البرديلاتك فين ما كانوا، ما توسخش، ما تكتبش في الحيوط. واخا حنا عارفين انه الاغلبيه ديال الوليدات الصغار كيخرجوا على طوعنا كي كنقولوا، كيديروا داكشي اللي قال لهم راسهم. زعما انا شخصيا انا كنهضر معكم، راه الوليدات الصغار راه ما عندهم عقل، ما عندهمش العقل. اي حاجه تقدر تطيح لهم في دماغهم يديروها. انت ما حقكش تقولي لا، واخا ماشي زعما بالنسبه لهم هما راه حتى واحد ما حقه يقول لهم لا. يعني اي حاجه طاحت لهم في راسهم يديروها، كي خايبه كي مزيانه كيف ما كانت بغات تكون يديروها، ما كيفكروش، ما عندهمش داك العقلانيه وداك المستوى اللي وصل ليه الوعي ديالنا حنا بحالهم هما في عالمهم خاص ديالهم. غير هو كيخص ضروري يكونوا واحد الضوابط. بالنسبه لي انا مني كيكون الوليد باقي بيبي، يعني من عامين الفوق، يعني عامين كيكون باقي كيتحسب بيبي، مع عامين الفوق ما كيبقاش يتحسب بيبي، كيولي كيتسمى طفل. يعني كتعلميه واحد القواعد، تدخل للدار تحط صنيديلتك ولا صبيبيطك وتلبس الصندالات ديال الدار اولا البنطوفه في يامات البرد، تحاول تعلم تحيد الجاكيت ديالك ولا الجيل ديالك،
تحاول تلبس سبر ديالتك ولا سنه ديالتك بوحديتك. كاينين شي حوايج ساهلين وبساط يقدر يتعافر معاهم داك الوليد ولا داك البنيه حتى يولي يتقنهم. منها غيهنيك انتي، ومنها غيتعلم هو سكيلز، المهارات. غيتعلم شي حوايج اللي غادي ينفعوه مستقبلا، غيبقى غادي عليها بحال شي سلسله، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى كيتربى عليها. يقدر مثلا انتي كنتي درتي واحد الغلط ديال انه ما ربيتيش على هاد السكيلز هادو، زعما ما علمتيش، ما عطيتيش واحد الضوابط. هاد الحاجه خصك ديرها. مثلا كنتي باقي صغير، خليك تلبس نظيلتك بوحديتك. اليوم خسرتيها ما عرفتيش تلبسها، عاونتك فيها، غدا غتحاول، بعدو غتحاول، من بعد غتولي تقدر تلبسها بوحدك. يعني غادي يا اما نعطيك انا تلبسها، يا اما غتمشي ليها نيشان تهزها وتلبسها. هانتي حيدتي عليك الوقت اللي غادي تضيعيه في انك تلبسيه مثلا ديك الصنيديله ديالو وهو لبسها وهناك. و ميم طون غيعرف انه نهار غادي يبغي يخرج للزنقه خصو يلبس واحد الصنيديله ديال الزنقه، ماشي يخرج بصندال ديال الدار. يعني حنا اللي كنولفوا وليداتنا على واحد الطباع، انتي اللي كتولفيهم. مثلا تحطت الطبله، ممنوع انك تقيس شي حاجه قبل ما نجمعوا عليها، او لا تغسل ايديك، ضروري ومؤكد. هذا الشيء كتعلميه له واحد النهار كيولي غادي عليه دائما. الغلط فين كيوقع؟ في انه مثلا انتي اللي ما كتعلميش ولا ما كترديش البال، اولا كتقولي صافي خليني ندير انا داكشي باش يبرد لي قلبي. مثلا تقدري تعطي لبنتك عندها 5 سنين ولا 4 سنين ولا حتى 3 سنين انها تهز طبيقه ديال الخبز وتحطها فوق الطبيله. ما قلتش لك تعطيها الزاج ولا تعطيها شي اداه حاده اللي غادي تادي بها راسها. تقدري تعطيها شي حاجه اللي بسيطه وغير باللعب، غير باللعب. تقولي لها مثلا ساليتي الالعاب، ساليتي لعبتي بالالعاب ديالك، ويلا دابا نجمعوا لي جوي في البلاصه ديالهم. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا كتولي فيهم واحد العاده. وهذيك العاده انتي اللي باغاك زعما انتي اللي باغا انهم يديروها، ولكن كتوصل لهم بواحد الطريقه مريحه، واحد الطريقه بحال كتلعبي معهم و ميم طون كتعلميهم. شوفوا بعدا بغيت نشارك معكم هاد الشامبوان هذا ديال باليا. هذا بالضبط اللي كتعاني من القشره اولا من الفروه المزيته، مثلا دغيا الشعر كيتزيت ليك ولا شي حاجه كتبغي تصاوبيه كتلقايه مزيت، هذا احسن شامبوان جربت حيت عانيت من هاد القضيه هادي. وهذا ديال باليا ديجا الماركه ديال باليا راه معروفه غنيه يعني التعريف. مي هذا بالضبط غزاله البنات، راه كيدير شي 500 ريال وكيدي لكم زعما واحد المده. ما علينا، نرجعوا اختي الموضوع ديالنا. كيف قلت لك انتي فاش كتكوني باغا واحد الحاجه تعلميها لوليداتك، راه بامكانك انك تعلميها ليهم. يطيروا ينزلوا، تحاولي تلقاي غير شي طرق بسيطه وتكون مريحه كي قلت لك. حيت الوليدات الصغار فاش كنشدوا معاهم العكس راه هما المعلمين في العكس. يعني الا قالوا الحاجه لا ما يديروهاش راه كيمرضوك وما كيديروهاش. يعني انتي عارفي كيفاش تعلمي داك الوليد ولا داك البنيه واحد المهاره اللي انتي غادي تنفعك وغادي تكون من الصالح ديالك. واخا مثلا كتشوفي الوليد ديالك في داك لاج بحال صافي فقدتي الامال في انه يتبدل وهذا، لا، حاولي مره وجوج وثلاثه كاع داكشي اللي ما كيعجبكش وكيديروا حاولي تعكسيه، حاولي تقلبيه بواحد الطريقه اللي زوينه، ما تغوتيش عليه وما تضربيش. حنا عارفين انه الوليدات الصغار يعصبوا تيفقسوا كيرونوا كيوسخوا كنبكيو معاهم بعض الخطرات وهما اللي كيبكيونا وما كيخليو ما يديروا. ولكن على الاقل قولي الحمد لله اللي بعدا بصحيحتهم، ما مرادينش لا في دماغهم لا في صحتهم، واللي خسرات راها تقدر تعاود تصلح. ما تجيش غير في الصحه، وراه واحد النهار راهم كيكبروا
وكيمشي وكيديروا اختي ديورهم وتوحشيهم غير يجيو لعندك، وتولي باغا حفايدك اللي هما ولادهم هما اللي يجيو يرونوا لك، وثقي بي انه غدوزيها بجغيمه ديال الماء. دابا راه عرفتوا فاش كنمشي انا عند والديا والله العظيم الا زعما فاش بنتي كترون شي حاجه ما كيعجبنيش الحال، واخا ما نضربها ما حتى شي حاجه، يعني كنقدر مثلا نخاصم عليها نقول لها لا ديك الحاجه ما خصكش تقيسيها ما خصكش ديريها، ولكن الوالدين زعما الجدود كيقولوا لك غير خليها توسخ غير خليها دير، في حين انه كتفكري فاش كنتي باقا صغيره كنتي غير كتهزي كاس كتحطيه في واحد البلاصه كتسمعي خل ودنيك، كتشدك ماما كتصبنك وكتعصرك وكتفركك وكتنشرك. سبحان الله العظيم. دابا نتيا كأم ماشي هي انتي كجده غادي يكون عندك غتكون عندك واحد النظره اخرى، ماشي بحال دابا. يعني دابا غتكوني كتنرفزي وما عاجبكش الحال حيتاش نتيا عايشه حاليا في هاد الوضع، عايشه فيه يعني اليوم وغدا وبعدو بعدو. واحد النهار فاش هادشي ما غيبقاش وهما غادي يزيدوا في العمر وغادي يتزوجوا كي قلت لك ويديروا وليداتهم، غتولي توحشي اللي وسخ لك الدار ويرونها لك وتكون الصداع والروينه والغوات وهذاك يبكي وهذا خصو ياكل وهذا خصو يبدل. راه شوفوا فاش كنبقاو نركزوا غير على الحاجه الخايبه كنضيعوا بزاف ديال اللحظات زوينه في الحياه. انا هاد القناعه هادي ماشي زعما ماشي بزاف باش وليت كنحاول انه نمشي فيها في حياتي، حيت انا كنت من داك النوع اللي ما كنستحملش الروينه ما كنستحملش الوسخ. بنتي الا خسرت شي حاجه ولا هذا ناري كنتفقص وكتخرج ليا في الصحه ديالي. ولكن مني واحد النهار كتفهمي انه هاد الشيء مرحله وكتفوت، علاش انتي غادي تعصبي راسك وعلاش غادي تفقصي وتجيبيها في صحتك؟ كيف ما الاخت ديالنا اللي قالت لك دابا كتشرب الادويه كتشرب الدوايات غير باش تقدر انها تنعس داك العصبيه والستريس واللي كديرها ما كتبقى في بلاصتها واخا كتجمع حتى حاجه ما كتبان. نرخفوا شي شويه على راسنا ما امكن، حيت راكي قلت لك هذه مرحله وكدوز. واحد النهار هادشي كامل ما غيبقاش غتولي الحاجه فين ما حطيتيها كتشد بلاصتها كتبقى تما حتى كتغبر، حيت ما كاينش اللي غادي يستعملها ما كاينش اللي غيديرها. وليداتنا واحد النهار غادي يكبروا ما يبقاوش الالعاب كيدوروا في الدار، غير هذوك الالوان اللي كيكونوا ما كيبقاوش، صافي كلشي كيولي عادي. كتولي عاوتاني مرحله واحده اخرى من الحياه، فاز واحده اخرى، كتولي غنتي وراجلك مثلا تيطاطيط كيكون شويه ديال الملل، كتبغي اللي يعمر عليك الدار وكل شيء. زعما شوفيها غير من تجربتك انتي مثلا، غير من عائلتك من الناس المحيطين بك، الناس اللي صافي ما بقاوش عندهم وليدات صغار في الدار، يقول لك وحنا كنتشهاو غير اللي يجي يرون لينا ويدير لنا الصداع ويغوت. فحاولي تشوفيها من واحد المنظور اللي ايجابي. الحمد لله حتى ربي نعم عليك بالذريه، كاين اللي مازال ما عندهاش وليدات، كاين اللي مازال متزوجات، كاين اللي متخوفه من انها مثلا تزوج بسبب هذا الشيء، ولكن انت ربي كرمك وعطاك جوج ديال الوليدات. فهمتي؟ شوفيها من واحد المنظور اللي ايجابي باش انت تكوني مرتاحه مع راسك، ماشي تشوفي هذا الشيء بحال واحد الحمل ثقيل وباغي تهني منه. حيت ما يمكنش حنا كنزوجوا باش نديروا وليدات باش تاهم يكبروا ويديروا وليدات، وهذه هي الحياه هكا غادا بحال شي سلسله. واش نتيا باقا عندك 5 سنين صافي دابا انت كبرتي وتنتي درتي وليدات، كنتي في واحد الوقت كتحبي وكتروني وكتوسخي الوالدين ديالك ويعيو ما يشدوا فيك ما تبغيش تشدي، وهكذا حتى انت درتي وليداتك وغتعيشي حتى هما معاهم ان شاء الله الى ربي طول لك في العمر مع وليداتهم، وتشوفي تجارب اخرى وتشوفي حوايج اخرى. ولكن انا نهضر معاك كنتي حينتاش صحتك نتمنىها تبقى ليك من هنا لذاك الوقت مزيانه، ما بغيتكش تولفي الدوايات
من دابا باش انك تعيشي مزيان وما تكونيش نتيا مثلا عالة على شي واحد، من غير الا ربي كيكتب عليك واحد الحاجه، ولكن ماشي نكون انا دايرها بيدي. الا كنتي اختي واحد الانسان اللي عصبيه دغيا كتنرفز، يعني في هاد لاج وليتي كتحتاجي انك تشربي الدويات باش تنعسي، اختي هذا راه ناقوس خطر. اما تشوفي حتى حاجه اخرى، ما تشوفيش الوليدات كيرونوا، الوليدات كيوسخوا، الوليدات فقصوني، اش كيديروا اش كيديروا. لا، قولي انا الا بقيت غادا على هاد السيستم هذا كي غنولي من هنا لواحد 5 سنين، من واحد عامين، اش غيكون بيا؟ كيفاش غنكون؟ كيفاش غنولي؟ باش غنقابل دوك الوليدات؟ باش غنقابل بعدا انا راسي؟ باش غنوقف على رجليا؟ راه ما يمكنش. حيت وليداتنا كيحتاجونا فاش كيكونوا صغار، ولكن فاش كيكبروا راه هما كيديروا حياتهم، وكاين اللي كينساك يتفكرك غير بابير، ولا جا عندك راه ما شاء الله عليه. كنهضر على هاد الجيل هذا ديال هاد الوقت، حيت الجيل ديالنا حنا ديال شحال هادي ماشي هو ديال دابا اللي يلاه طالع. راه بزاف ديال الحوايج كي انفلونسيوهم، بزاف ديال الحوايج كيلاهيوهم على والديهم. الوغ نتيا ما تشوفيش دابا داكشي الثانوي ديال الروينه، اختي اللي بغى يجي لعندك وشاف الروينه ماشي مشكل. نتيا مثلا ما عندكش كيفاش ديري، ما عندكش العوين، عندك التربيه، وكي قلتي وليدك كيرون بزاف وهذا ما شاء الله عليه بعدا، حيت الوليدات اللي كيكونوا حاركين باش تكوني واحد عارفه واحد القضيه انهم كيكون عندهم واحد النسبه ديال الذكاء. انت شوفيها من هذه الناحيه، وحاولي تعطيه شي حاجه اللي يشغل بها راسو. تقدري تدخليه لاصال، تقدري تدخليه للكره، شي نادي ديال الكره، تعطيه ديزاكتيفيتي في الدار، او كاينين بلايص اللي تقدري ديري فيهم ديزاكتيفيتي. خرجيه يلعب بزاف باش يسالي داك الطاقه ديالو، مثلا ويقدر انه في الدار يبقى مرتاح اليز. حيت كاينين الوليدات اللي ما كيفرغوش داك الطاقه ديالهم، فاش كيفرغوها؟ في الروينه وفي الوسخ وفي الغوات، وتقولي ليه هو يقول لك لا، انت تقولي ليه لا هو يقول لك فهمتي؟ يعني نتيا حاولي تشوفي داكشي اللي غادي يسلكك انتي على حسب داك الوليد ديالك كيفاش داير. الا كانت اختي كتعجبو الكره، عطا الله دابا التيرانات فين ما كدوري كتلقايهم. خرجي حضي وليدك يلعب قدامك، يعيا يدخل الدار ديجا ناشط وشابع نشاط صافي، ما بقى باغي حتى شي حاجه، ما يقرب لك حتى حاجه. و او ميم طون نهضر معاه اليوم غدا اليوم غدا، اولدي هاد الحاجه راه ما كدارش، ها انت اجي تشوف الا درتي هاد القضيه غتكون زوينه وتكون شامبيون بطل، وكاع الناس غادي يبغيوك وهذا وهذا. وراه فهمتي راه كتبقاي اش كنقولوا ليها، بحال كتاكلي له دماغو، يعني كتاكلي له دماغو بالهضره. هما الوليدات الصغار كيبغيو يسمعوا هذا الشيء، كيبغيو يسمعوا هذا المادح وهذا. يعني مثلا درتي ديك الحاجه غتكون ولدي زوين والله يرضي عليك وهذا وهذا، بشويه بشويه، ونطلبوا الله انه يهدي لينا وليداتنا ويعاوننا عليهم ويعطينا الصحه باش نقوموا بهم وباش نقوموا حتى براسنا. كي قلت لك اختي انتي وبزاف منا وانا وحده منكم نتهلاو شي شويه في صحتنا، حيت راه السنين كدوز والعمر حتى هو كيمشي. فهمتي؟ باش انتي عاوتاني ماشي تاكليها من صحتك على قبل حاجه اخرى اللي ثانويه وعندها وقيتها وغادي تدوز. وراه كل شيء يعني كل شيء ربي راه كي يعني زعما عندنا الاجر ديالنا في اي حاجه كنديروها، راه كتعذبي ربي كيشوفك، كتشقاي كتنوضي كتقادي ربي كيشوفك. ايوا اختي، كان هذا هو السوجي ديال اليوم، واخا طولت عليكم يمكن بان ليا، خليو في لي كومونتير شي حاجه تنفعوا بها الاخت ديالنا. وحتى لهنا غيسالي الفيديو ديال اليوم، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.